نوره. ازيك يا استاذه ريهام؟ اخبارك ايه؟ انا بخير والله، مبسوطه اني كلمت حضرتك. انا كمان والله. باين حضرتك من زمان قوي. بحبك جدا. مش قوي قوي يعني، مش عجوزه قوي قوي والله قوي. لا، مش ما انا برضو مش يعني انا برضو مش بهزر مش بقى، كبيره، لا. بس لا انا عارفه والله، بس انا من كتر حبي فيكي والله والله ما اتخانقت مع حد بسببك. ليه؟ ده كتير. ما هو اصل بصي، انا شخصيه غريبه جدا. يا ناس بتحبني جدا، يا ناس ما بتحبنيش خالص. فاللي ما بيحبنيش يقعد مع اللي بيحبني، لازم يحصل هذا الخلاف. والله فعلا حصل خلاف كبير. بس هو يعني انا مش حاجه مهمه قوي عشان تقعدوا تتناقشوا في حبي. لا مش حكايه كده. عايز يحبني اهلا وسهلا، مش عايز يحبني يعني يشوف اكبر. ها، عايزه اتكلم والله برضو في موضوع الحلقه النهارده. انا رغم استني بس عشان الموضوع ده مهم يا جماعه. اللي يحبك يحبك، واللي ما يحبكش يشوف اكبر حيطه يخبط راسه فيها لسبب. مش عشان مش مهم حب الناس. حب الناس احلى حاجه في الدنيا، بس ازاي الناس ما تحبش حد ما تعرفوش؟ والناس ما فيش حد بيجتمع على حد واحد، لا يمكن. صح. قولي لي بس ايه. انا رغم ان انا كنت منفصله عن زوجي، بس كنت حماتي لغايه لما توفت وهي بتدعي لي، كنت بروح ازورها وكل حاجه. حتى بعد ما انفصلتي؟ حتى برافو عليكي والله لغايه ما توفت وقبلها بيومين وهي بتدعي لي. برافو عليكي والله. بتحبني جدا وتدافع عني وبتتخانق مع اولادها بسببي. يعني الحمد لله. اكيد ضميريا انت مستريحه جدا. والله العظيم، وبحبك. جيلي انا في الحلم طب ايه اللي يخليكي بعد ما تنفصلي انك تفضلي تودي مامته؟ اكيد هي كانت كويسه معاكي برضو، صح؟ ايوه انا بحبها جدا جدا وهي بتحبني جدا. وهو ما عارضش العلاقه دي خالص؟ هو عارف كل ده وعارف. لا يعني ما عارضش، يعني ما قالكيش ليه تكلمي امي وانا وانت مش؟ لا عادي عادي، احنا حتى لغايه دلوقتي بيشوفوا الندى عادي، يعني الحكايه احنا اخوات وانا معاهم عادي. هو ما اتجوزش؟ ها؟ لا. ما هو لو كان اتجوز كانت هتختلف القصه. براحته بقى. بصي غارت ازاي وهي براحته بقى. لا عادي. انا بشكرك جدا. لا بقول يا جماعه، احنا الستات والله لم ولن نتغير. يعني بصوا، هي منفصله عنه وبقول لها ما اتجوزش، قالت لي لا ما اتجوزش. قلت لها ما هو عشان كده بقى الوضع كده، قالت لك براحته وهي منفصله. يعني الغيره عندنا رهيبه.